الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله أجمعين. يا إخوانا يا أهل تيرة يا أهل الخير، إحنا بنشتغل النهاردة في سقف مركز غسيل الكلى بالقرية اللي إحنا اتكلمنا فيه في المراحل السابقة. المرحلة الأولى عملنا الخرسانة العادية وعملنا القواعد والسملات والعمدان، والنهاردة بإذن الله ربنا قدرنا وبنرمي السقف النهاردة شغال زي ما انتم شايفين. والله بسم الله ما شاء الله، ربنا يعين أهل الخير وأهل التبرعات، وربنا يعينكم يا أولاد. احنا عايزين نتعاون ونتكاتف بتشغيل هذا المركز العظيم، لأنه هيخدم المنطقة المجاورة وقرية تيرة. احنا طبعا جمعنا مبالغ أكتر من 350,000 جنيه اتحطوا في الأساسات والعمدان والسقف النهارده، برضه من متبرعين ومن أهل القرية ومن خارج القرية. وإن شاء الله بإذن الله يجعل لكم نصيب عندنا هنا في مركز الكلى. هي دي الصدقة الجارية. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعد موت ابن آدم ينقطع عمله إلا من ثلاث. وهذه هي الصدقة الجارية، هي الصدقة الجارية اللي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل من يشارك في هذا العمل وهذا الصرح مركز غسيل الكلى بالقرية إن شاء الله هيبقى له عند ربنا عمل كبير، وهيبقى له في الآخرة إن شاء الله. يا ريت نتكاتف ونتعاون، لأن والله العظيم المتبرع جاهز بالأجهزة، والأجهزة شايلها لنا، يعني 5 أجهزة ووحدة تنقية مياه وغرفة إنعاش معمول حسابهم هنا في المبنى ده اهو. الأستاذ سعيد كمال ربنا يبارك فيه برضه متطوع، وبينزلوا على الموقع بتاعه على النت. والله لو انتم شاهدتوا هذا العمل بإذن الله وبإذن ربنا كل الناس بتتعاون. حتى معانا العربية بتاع الوحدة المحلية بتلين، والله هي اللي جايبه لنا المية النهارده عشان تعرفوا ان العمل جد. هو شيء يعني عمل بإذن الله ربنا يجعله في ميزان حسنات الجميع يا رب، ويوفقنا جميعا لهذا العمل الخير. النهارده بإذن الله الخلاطة هي شغالة وبنرمي في السقف اللي هو يوم 5/3/2012 5/3/2012. وكل مرحلة مسجلينها بالأوراق، كل واحد بيتبرع ولو بجنيه، والله ب50 قرش بتقيد. وإن شاء الله اما يرجع بالسلامة لا هيجي يقول أنا عايز أشوف المبلغ اللي أنا دفعته، يا إما يجي يشوفه في المبنى المقام، يا إما يجي يشوفه في الورق إن شاء الله. وربنا ييسر أمورنا جميعا إن شاء الله. إحنا دلوقتي هنا المجموعة ده إيه بترمي في السلم وفي الكاميرا اللي على السلم بتاع المصحف. إن شاء الله هيبقى فوق المبنى ده اللي انتم شايفينه مسجد على مساحة 400 متر، وبعد المسجد هيبقى مستشفى تخصصي هيبقى فيها جميع التخصصات، برضه تابعة للجمعية الشرعية، الجمعية الشرعية بتيرة. والقائمين على العمل والله ناس أهل خير ما حد فيهم عليه غبار يا أولاد. والله يا ريت تتعاونوا معانا وتتكاتفوا معانا من أجل بناء مركز غسيل الكلى وهذا المشروع العظيم عشان يتم على خير ويبقى مبروك على أهل القرية. هيوفر والله برضه عمالة وهيفتح بيوت ناس، وإن شاء الله ربنا ييسر وبإذن الله ويبقى لكم حظ وافر وحظ سعيد معانا في تبرعاتكم. إن شاء الله هنطلع الأستاذ كمال أو الأستاذ سعيد كمال فوق المبنى عشان نصور الناس اللي شغالة والخلاطة والعمل ده. يلا ماشي. معانا الحاج سعد اهوت المتبرع بقطعة الارض، هو واخواته برضه هيوجه لكم الشكر على اللي بتعملوه من اجل المبنى ومن اجل مركز غسيل الكلى بالقرية. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، احنا اتبرعنا بقطعة الارض دهيت مستشفى كلى ومسجد الجمعية الشرعية، واللي قايم بهذا العمل الحاج محمد الزمراوي والحاج شوقي القضيري والحاج عبد العسال. وربنا يصلح حالهم يا رب ويجعلهم في ميزان حسناتهم وربنا يقويهم. نشكر اخواننا اللي بيتبرعوا جميعا، اي حد يتبرع بحاجه احنا بنشكره جميعا. ربنا يصلح حالهم يا رب وربنا يوسع عليهم وربنا يصلح حال الجميع يا رب. شكرا.
نطلع قدامهم من بره لغايه ما يخلصوا السلم. ماشي. تعالى يا عم الشيخ عبد العزيز اهو. يا اخوانا حبايبنا يا اهل سيره ويا اهل الخير ويا اهل البلد والبلاد المجاوره. معانا برضو الراجل المشرف على المشروع الشيخ عبد العزيز من اهل القريه واهل الخير، هيتحدث لكم في كلمه برضو عشان ان شاء الله يبقى لكم حظ معانا في التبرعات لله. انا كنت عاوز اسال حضرتك بالنسبه للمرحله الثالثه اللي احنا فيها، لميتوا تبرعات قد ايه وجبتوا مون بقد ايه وبقى علينا بقى على المشروع قد ايه؟ والله بالنسبه للمرحله الثالثه ان شاء الله وباذن الله المرحله الثالثه بجهود اهل الخير بالك واهل الصدقات. احنا ما معناش فلوس، لكن ان شاء الله باذن الله بوجود اهل الخير هنعمل المرحله الثالثه وهنتم ان شاء الله بسواعد اهل الخير وبسواعد اهل القريه. كل الناس خيرين وما بتتركش باب الا وربنا بيرزقك منه او بيعتز منه عشان المشروع يتم باذن الله. كانت البدايه صحيح صعبه جدا قوي ولكن ان شاء الله بعد ما بدانا الخير مش عارفين بيجي منين، وهذه فلوس معايا هي خد بالك جايه من اهل من اهل الخير خد بالك. ده هم برضه تبرعات اهي خد بالك اهي ده هم بس يعني للصبي وده الاستاذ محمد ياخده بالك. العمل اهو كله خلص لوجه الله، ولما خلص لوجه الله ان شاء الله ربنا هيتممه على خير. واحنا بندعو اخواننا اللي في الخارج طبعا ربنا بعت لنا برضه هناك الحاج عادل البرعي مشكورا نشكره على اللي عمله، وابراهيم حماد واولاد فتح العسال واولاد الامير الحساني وفارس مكرم الله، وربنا يقوي باقيين ان هم برضه يشيعوا لنا تبرعات. ومحمد صبري عبد ربه برضه محمد صبري عبد ربه يعني اهل الخير كتير وربنا ما يحرمهمش من العطاء ده هو اللي انه عطاء لوجه الله. والعمل ده خير لاهل القريه كلها، يعني هو العمل مش احنا صحيح كلمنا عليه احنا يعني سبيل او وسيله واهل القريه هم اللي يدفعوا قدام لهذا المشروع. احنا قدام لهذا المشروع محدش فينا يبغي حاجه والله من عند الله سبحانه وتعالى. اطلع بقى خش عليا خش نلعب تحت الدش هنطلع على الدش ونطلع على الدش. بص يا عفرة استنى بقى هتبدا تقع. معانا الاستاذ راضي عطيه اهو يا اخوانا برضه من المشرفين على هذا المشروع على عمل الخير. هيوجه لكم كلمه يلا. احنا عايزين ربنا يوفق الجميع وربنا يصلح الحال وعايزين الناس تشارك يعني حتى بالكلمه الحلوه. ربنا يوفق الناس ويصلح حالهم جميعا ويهدي الناس لفعل الخير ويصلح حال بلدنا. يعني يصلح حال بلدنا. معانا عبد العزيز الزبور اهو. تعالى يا عبد العزيز يا معلم. ده متبرع بالخشب، ده من احسن المتبرعين، متبرع بالخشب وهو اللي شاد الخشب السايب اللي احنا راكبين عليه اهو. معانا الرئيس سيد شعبان. انت حضرتك متبرع بالخشب كده، ممكن توجه كلمه لحد عشان يتبرع؟ اي واحد يقدر يتبرع اي واحد. انت باذن الله مبسوط يعني انت متبرع وكده؟ طبعا ربنا يبارك فيك.
الرئيس سيد شعبان طبعا كلكم عارفينه، اللي طلع منكم معاه على الخلاطه، هو الراجل برضه متبرع والله بالخلاط وبعماله وبرجالته وباخواته كلهم موجودين على السقف، هو واخواته هنا هم على السقف وهم واقفين اهو. ايوه، ويعني بيحسوكوا برضه على التبرعات. على مين؟ هنا شباب كتير قوي. معانا الحاج سند مصطفى اهو برضه راجل من المشرفين على هذا العمل الخير لله، واخوات الحاج سيد شعبان هم كلهم بالواحد اهو، والمعلم اشرف رزق يحمينا. ماشي الحاج حمدي يا عم. الحاج حمدي رمز المعزه. ايوه الحاج حمدي يا عم، خلينا بركه للحمديات كلها عشان خاطر الحاج راضي. بقول له ازيك يا ابونا؟ يا ابوني يا عم. استاذ محمد، بالنسبه للسقف اتكلف مبالغ قد ايه؟ السقف حاضر، صورناها تحت، صورناها. السقف دوت اتكلف 11 طن حديد ونص. الطن الحديد ب 4700 جنيه يا اخوانا والله، يعني الحاجه غاليه. وجايبين 17 طن ونص اسمنت، برضو اهل الخير تبرعوا بجزء من الاسمنت، واهل الخير تبرعوا بفلوس اشترينا بها اسمنت. والله عندنا الحاج عمر فوده بعت من نبوره رمل للمشروع، يعني مش مقتصر على تيره بس، كل اهل الخير بنحسهم على التبرع. الحاج عادل البرعي، وما احنا قلنا لهم الحاج عادل البرعي طبعا عندكم في السعوديه وانتم عارفين برضه متبرع، وبعت لنا اسمنت وبعت لنا زلط ورمل. فان شاء الله ربنا يعينكم جميعا. في مبالغ متبقيه عليكم من صبة السقف؟ ايوه في عندنا مبالغ طبعا، ما الامر ما يسلمش. انا عليها 20,000 جنيه من بقيه صبة السقف، مضيبهم وصلات امانه والله. 20,000 جنيه للناس عشان نخلص ونصب السقف، عشان نطلع بالعمدان برضه ونعمل المسجد ونعمل المستشفى التخصصي، عشان ربنا ييسر. والله مشروع كبير في القريه، والكلى دي يا اولاد والله العظيم ربنا يصلح حالها يا عم. احنا عندنا 65 حاله في البلد بيغسلوا كلى بره، منهم حاله بتغسل في مستشفى المطريه في القاهره. الجمعيه الشرعيه بتجيب لها عربيه ب 300 جنيه في الاسبوع، توديها مرتين تغسل وتيجي. الحمد لله. وربنا يشفيكم ويكفيكم شر المرض يا رب. اي أيوة والله، يعني 65 حاله يا اخوانا والله. اما هنغسل لهم في البلد هنوفر عليهم النقل والادويه والعلاج. في البلد بقى. وايوه عندنا في البلد يعني اقل عربيه النهارده عشان تروح مشوار ما بتاخدش اقل من 50 جنيه. ومعانا الجماعه هم الا شعبان شباره كلهم اهو. ايوه، والحاج حمدي حمدي قلبه بتاع نبراق. الحاج حمدي قلبه بتاع نبراق. ايوه، ومعانا المعلم عبد العزيز ربنا يبارك فيه ويجعله في ميزان حسناته. والله متبرع بالخشب والنجارين، واحنا شغالين في السقف اهو، وده مكنه الخلاط اهي والخرسانه اهي، والناس كلها واقفه على السقف. ومعانا الشيخ عبد الحميد رخا اهو برضه من الناس اهل الخير. حزب النور. انا استاذ سلام. صورنا له خلف. البرنامج ده بنعمله بالفلوس على النت في جميع انحاء العالم، واخد بال حضرتك؟ فاحنا عايزين اللي معانا الاستاذ عبد الحميد رخا هيوجه الكلمه لاهل الخير، امام وخطيب مسجد السلام بقريه تيره، وامين حزب النور بالقريه. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. الحمد لله، يعني والله يعني اعمال الخير يعني في القريه الحمد لله ربنا ييسر، وما شاء الله اهل الخير يعني قايمين بدور واجب، جزاهم الله خيرا. احنا بنقول يعني ان الانسان لابد ان هو يقدم من نفسه زي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، ومنها صدقه جاريه. فالاعمال دهيا يعني بتكون كصدقه جاريه للانسان، يعني يلاقي ثوابها عند الله تبارك وتعالى. فهنيئا لمن شارك يعني. وبعدين يعني باي حاجه يعني الانسان يشارك لو بالقليل، لو بالكلمه الطيبه. بالكلمه الطيبه. ايوه، ربنا يبارك فيه. وهنيئا لمن ساهم يعني. الناس اللي قامت بالخير ده ربنا يبارك في المجموعه كلها وفي الجامع الغفير والاخوه المساهمين في المشروع بالتبرعات العينيه والماديه. ربنا يبارك لنا في الجميع يا رب ويبارك فيهم. والمعلم عبد العزيز حافظ اللي هو الزبوري وشروطه الزبوري، والحاج سيد شعبان واهل بيته واسرته، الراجل متبرع بالخلاطه وانفارها.
ومعانا الجماعه برضو بالقطه الصغيره متبرعين برضو، الحاج حلمي الشرقاوي، الحاج سيد منسوب، برضو كل دي تبرعات والله من اهل القريه يا اخوانا، وربنا يعينكم يا رب ويجعلكم من اهل الخير، وعايزين تبرعات عشان نكمل المشروع. يعني احنا كده ما احناش عايزين نقف في النص. ايه المرحله اللي جايه يا استاذ محمد؟ نعم، ايه المرحله اللي جايه؟ المرحله اللي جايه ان شاء الله على المساحه ده اهي هيتعمل مسجد على 400 متر ده مسجد، وبعد الطابق الثالث ان شاء الله يبقى مستشفى جميع التخصصات، امراض نساء واطفال واسنان وقلب واوعيه دمويه، كل التخصصات ان شاء الله تبقى موجوده في تيرة باذن الله. وده المشروع ان شاء الله في التنفيذ لان اجهزته جاهزه ان شاء الله. ايه المرحله اللي جايه؟ ايه الطلبات اللي ممكن نطلبها من الناس اهل بلدنا اللي بره والناس المتبرعين على اساس ان اللي احنا عايزين نطلب منهم تبرعات؟ ايه المرحله اللي احنا هنقوم بيها كده؟ عواميد هنصبها ولا هنعمل تشطيب تحت ولا عمدان المسجد ونصب سقف المسجد عشان نصلي فيه في رمضان. وعايزين نشطب تحت برضو مركز الكلى، مركز غسيل الكلى عشان الاجهزه جاهزه. يعني ان شاء الله لو ربنا عنا وعنكم كده جميعا وجه المدد ان شاء الله في خلال 3 شهور يكون المركز شغال والناس بتغسل فيه ان شاء الله، لان احنا في اجراءات الترخيص. يعني احنا هيزورنا دلوقتي وكيل وزاره الصحه بالدهليه جاي، الاستاذ فتاح خد عربيه وراح يجيبه اهوت عشان موضوع الترخيص. طبعا ده يعني مشوار كبير قوي ان احنا نجيب وكيل الوزاره عشان يقف على المبنى عشان يقدر يوفر لنا الامدادات اللازمه للمرضى، لان احنا عندنا اجهزه جاهزه. هنعوز اطباء، الاطباء هتيجي انتدبوا لنا من وزاره الصحه، وهنعوز ممرضات، وهنعوز عماله بقى من البلد، من اهل البلد نفسهم. ما احناش هناخد من حد فلوس ولا حاجه، احنا هنشغلهم لله تعالى، بس ناس يكونوا مساكين، ناس غلابه، مش هنيجي على الاغنياء عشان ناخد منه 10000 جنيه ولا 15000 جنيه. الناس المساكين اللي هيستحق اللجنه هتقعد وهتدرس حالته ان شاء الله ياكل عيش ويفتح بيته بالحلال ان شاء الله من ورا المشروع. فاحنا عندنا ان شاء الله صبة عمدان وسقف المسجد، وعندنا التشطيبات في مركز الكلى تحت ان شاء الله. اللي ربنا يجعل له نصيب ويتبرع لنا بحاجه يبعتها يا اما على رقم الحساب الموجود على الموقع بتاع الاستاذ سعيد كمال على النت، يا اما يبعتها على اهل بيته، واهل بيته ان شاء الله يوصلوها. لو قال لهم وصلوا المبلغ ده للجماعه المشرفين على مركز غسيل الكلى او على الجمعيه الشرعيه ان شاء الله هيدوك المبلغ وهيجيبوه وهيجي يوصل ان شاء الله. المرحله الجايه احنا محتاجين فيها مبلغ قد ايه؟ احنا محتاجين فيها فلوس كتير، احنا محتاجين فيها اكتر من 150,000 جنيه في المرحله الجايه. 150,000 عشان التشطيبات تحت والتجهيزات بتاع الكلى وعشان المسجد. يعني احنا ما احناش عايزين الناس تيجي هنا بس على قد الكلى بس، احنا عايزين نفتح بيت من بيوت الله الناس تصلي فيه، تقام فيه الشعائر، لان المسجد ده يا اولاد هو هيبقى عامل اساسي في المنطقه كلها، والمنطقه جديده والكردون فيها اللي هي في ارض الصغيره في ارض الحاج سعد واخواته، الكردون الجديد والمباني الجديده، ومحتاجه مسجد فعلا المنطقه اللي احنا فيها. يا فتاح السال، يا فتاح تعال اطلع بقى انت وحمد الله. الحديد ده صور، صور الحماد الحديد دي ما تصورش. ركز تصويرك على لون. بص ايوه على تعال طلع الكلام بتاع سابه طلعت امك وناس تعال كده يعني خليك فاهم عشان نص ساعه لسه صورنا كفايه مره. لا يعني انا مولود في المنطقه دي ايوه انا بقول لك كفايه مره. ايوه الشيخ فتاح العسال برضه هيتكلم مع اخواننا الموجودين خارج مصر في جميع انحاء العالم من القريه والقرى المجاوره برضه وكل البلاد يا عم كمان البلاد اللي تتبرع يعمل حاجه هو رقم اي اي واحد متبرع سواء من البلد او اجوار البلد او من اي الحساب دوله ثانيه موجود على النت يتبرع على موقع الاستاذ سعيد كمال، هو هيبقى يذيع لكم الموقع واسمه. هم شافوه، انتوا كلكم شايفين الموقع على النت وشايفين الشغل كله على النت على الموقع بتاع الاستاذ سعيد، صفحه تيره والفيديو بتاع سعيد كمال انتوا شايفينه بدل مره كم مره والكل قال احنا شفناكم. فانتوا يعني شايفين السقف اهوت، ربنا يكرمكم كده يا رب، يبارك لنا فيكم. عاوزين اي تبرعات
اي تبرعات هتنفع، ما تستقلش حاجه هتبعتها. فربنا يكرمكم، ابعتوا لنا كل واحد حتى لو يوميه هتعمل شغل. اليوميه مش كتير على كل واحد من البلد، يوميه 100 ريال مش كتيره على كل واحد يبعتها، هتجمع مع العدد اللي موجود. هي ان شاء الله تجمعوا مبلغ وهتبعتوا لنا ان شاء الله. عاوزين نشطب ان شاء الله المركز الكلى اللي تحت ونكمل المسجد فوق. فربنا يكرمكم كده. والمشروع فوق مستشفى كمان تانية جميع الاقسام. احنا مش اقل من درين ولا نبراه بسم الله ما شاء الله. الوقت عندهم مسجد سيدي مجاهد في مستشفى كبيره، والجمعيه الشرعيه في نبراه شغاله 10/10. درين بقى فيها الوقت الجمعيه الشرعيه عندهم مستشفى متكامله دلوقتي، فيها قسم للعمليات وفيها اشعاعات وتحاليل وكشف جميع الاقسام. فاحنا مش اقل منهم. اما الجامعه الشرعيه بتاعتنا زيهم بمركز احنا هنبقى زي الكلى، يعني هنبقى احسن منهم بمشروع الكلى ان شاء الله. وربنا يكرمكم، تعاونوا معانا وابعتوا لنا كل واحد يوم مع المرضى يعني دوت لربنا سبحانه وتعالى لكم في الاخره ان شاء الله، هو اللي هتلاقوه في الاخره. فربنا يكرمكم، ساعدونا، احنا زهقنا ولا ليكم. وربنا يكرم الحاج عادل البرع عندكم، تبرع لنا هنا بالاسفنت بتاع السقف وبعته لنا. والحاج اشرف جاطوط برضه ربنا يكرمه اتبرع لنا بمبلغ كبير من المال. يعني ربنا يصلح لهم، هم مشونا، هم اللي مشونا في الحاجات دي. انتوا كل صنايع مش يعني مش قليل ان هو يبعت 100 او 200 ريال، مش مشكله، يعتبر نفسه ما اشتغلش يوم وهو لله. فربنا يكرمكم، حاولوا تساعدونا، ربنا يصلح حالكم يا رب. من المرحله الثانيه للمرحله الثالثه في تبرعات جت من خارج القريه. اي في حدود. والله في فاعل خير من ناس قرية كتير. من قرية تابعة للحمول باعت حوالة بريدية ب4000 جنيه برضو عن طريق برضو الاعلان الموجود. اخواتنا اللي موجودين بره في حد بعت اي مبالغ؟ لا لسه ما بعتوش، مفيش غير في. الحاج اشرف والحاج عادل البرع، هم دول اللي اتبرعوا معانا. محمد صابر عبد ربه، ومحمد صابر عبد ربه ابو غازي. ايوه. فربنا يكرمكم يا جماعه، ساعدونا يا جماعه. ابراهيم فتوح برضو بعت مبلغ بدوي. ايوه ابراهيم فتوح العسال. ابراهيم فتوح العسالي. و ما هو ربيع برضو بعت لنا برضو مبلغ. جماعه اولاد الامير الحساني برضو بعتوا مبلغ. يا ربيع انت ابوك بعت لنا المبلغ اللي انت بعته، والجدع انت شايف الموقع عندك، الجدع نشوف الجماعه بتوع البلد كلهم اصحابك وزمايلك واجوار البلد معاك برضو، انت وسعد ومحمد فتوح الجدعان وكده. ربنا يكرمكم، حاولوا كده تلموا من اصحابكم هناك عندكم وابعتوا لنا اي مبلغ على رقم الحساب موجود، والاستاذ سعيد هيظهروا لكم على النت. يبقى ظهروا بخط كبير يا استاذ سعيد له. في ارقام معينه يا استاذ عبد الفتاح ممكن نطلع عليها؟ ارقام معينه، ارقام مثلا تبرعات، ارقام مثلا اللي اتصرفت، والارقام ارقام. ايوه ما انا اقول لك هو رقم الحساب اللي لا مش رقم حساب. ارقام. احنا جمعنا تبرعات من اهل الخير فوق ال 235,000 جنيه، وباقي علينا مبلغ 20,000 جنيه من مواد البناء، ومعانا مبلغ بسيط بنكمل به. والجماعه سلف برضه، جماعه ادوا لنا سلف 20,000 برضه. أيوة. واحد عطينا 10,000 سلف، وواحد عطينا 10,000 سلف. خدناهم عشان نكمل، عشان ما نقفش، عشان ما نقفش بس. ربنا يصلح حالهم، ربنا يجعلكم من اهل الخير وتعاونوا معانا. انا عارف ان هي الحاله عندنا في مصر سيئه زي ما انتم شايفين، فاحنا مالناش متنفس الا انتم والله، وربنا يعينكم يا رب. استاذ محمد الجوهري واخد حق الاسمنت والزلط والرمل. خد حق. عايز ايه؟ عشان نسيبك ماشي يا عم، عشان نسيبه. كلم. ما تكلمش. كلم استاذ راضي ما اتكلمتش. استاذ محمد المشروع من اوله كلف قد ايه لغايه النهارده؟ لحد النهارده اتكلف 365. لا انت بتتكلم شويه الجماعه بره. و221 لحد كلم النهارده. 365,000 جنيه 221. 365,000 ايوه في الاساسات الخرسانات العاديه والمسلحه والاساسات والاعمده. دي اللي اتصرف ولا دي اللي مجمل المبالغ باللي علينا؟ المبلغ باللي علينا دلوقتي نعتبر علينا 40,000، 20 لاصحاب المون و20 جايين سلف من الناس برضه بره، يعني مطولنا بكره 10,000 من واحد و10,000 من واحد، يعني بعت مبلغ وبعت 10,000 سلف عليه بس. فربنا ييسر الامور جميعا. خد يا سعيد. محمد الاول يا محمد كان نشرب. انت حضرتك اتبرعت بايه النهارده؟ والله احنا يا استاذ سعيد
اتبرعنا ان شاء الله بصبة السقف دهوت للبلد ولنا ولله وكل واحد مننا يعني الحمد لله. حضرتك صاحب الخلاط؟ ايوه ان شاء الله. بتاع البلد كلها مش انا لوحدي، كلنا يابا الحمد لله يعني عايزين نعمل خير ان شاء الله ونبقى يعني حاجه في البلد تبقى حلوه. يعني نقول ايه للجماعه اللي لسه لغايه النهارده ما اتبرعوش؟ كله ان شاء الله يتبرع وكلهم ولاد حلال والحمد لله رب العالمين. نعرفهم ان احنا كلنا بنتبرع، حتى اللي عنده حاجه بيتبرع بيها. اي حاجه ان شاء الله حتى يكون كله سكر كله بيتبرع يابا. قول يا عم الحاج. ربنا يبارك فيك. الحمد قول يا عم الحاج. انت انا السعيد السعيد شنو على طول. انت اتبرعت النهارده بايه؟ انا متبرع من يوم ما جيت من يوم ما جيت هنا بتتبرع بيومياتك وكده بتجري بمجهودك يعني. الحمد لله. ما تزعلوش يا جدع، ما تزعلوش. طب نقول ايه لكل واحد، نقول ايه لكل واحد عاوز يتبرع وكده؟ ايه نقول لكل الناس اللي بره مثلا نقول لهم اتبرعوا. نقول لهم ايه؟ ربنا يصلح حالهم ويتبرعوا لنا وخلاص. اي ربنا يسهل لكم الرزق. ايوه ربنا يسهل لكم الرزق. عفوا الحاج حمدي عم ماجد يا اولاد. ربنا يسهل لكم الرزق ومحدش يبخل، محدش يبخل، لان طبعا ربك مقدر الرزق وربنا يبارك لكم يا رب ويرضوكم سالمين. ربنا يرضوكم سالمين والدنيا ملهاش لازمه. اوعى حد يبخل، واللي هنا ما بيقدرش على حاجه يعني الناس المساكين جايبين لنا مشروب اهوت. اي والله وربنا يبارك لهم يا رب. كل الناس عايزه تحط هدومها هنا، تقلع هدومها تحطها في المسجد والمستشفى، وربنا يبارك لكم. ما حدش يبخل. ربنا يبارك فيكم. ربنا يبارك فيكم يا رب. السلام عليكم. انت حضرتك اتبرعت بايه النهارده؟ اتبرعنا هو بخلطتنا واحنا وكلاتنا اهو. ايوه قول يا حمدي. قول لهم احنا واولاد اخويا وخلطتنا يعني ونعاوزوا فلوس مننا كمان. اتبرعتوا بالعده والمجهود النهارده لله كله. لله كله. لله يعني ما خدتوش اي اجر ولا اي حاجه. مختار ابن عم بيفضي برميل، هو متبرع بفضي برميل وانا متبرع بسعر عربيه، وكل الناس تتبرع على المستشفى عشان هيبقى خير لبلدنا. انت بتبرع بايه النهارده؟ بتبرع باليوميه بتاعتي والشغل النهارده. ربنا يبارك فيك. سيد عم خالد صورتك يا باشا. واحده بس. انت راجع على الدش ولا على على النت خليك على الدش بقى احسن. النت احسن. النت بروح كل يوم. انت اتبرعت بايه النهارده؟ كل حاجه كل حاجه اقدر. ايه اللي انت متبرع بيه؟ اه يعني انت ايه اللي اتبرعت بيه النهارده؟ شغل. يعني ايه شغلك؟ ايه اللي انت متبرع بيه النهارده؟ يوميتنا النهارده. يوميتك وايه تاني؟ والخشب كله. يعني الخشب ده حضرتك اللي صاحبه كده. ايوه صح. طب تقول لي ايه لكل واحد عشان يتبرع؟ هو اللي يقدر يتبرع لاي حاجه يتبرعها. كله من اجل الله. كله من اجل الله. كله من اجل الله عز وجل. انت قول. انت حضرتك متبرع بيه النهارده؟ اشتغل ان شاء الله من اول شغل فاهم اشتغل على طول ان شاء الله كده. متبرع بيومياتك على طول، شغل بمجهودك يعني. ان شاء الله. تقول لي ايه لكل واحد برضه عشان اتبرعت يتبرع؟ برضه بجزء من المال على قد ما اقدر يعني. كل واحد يتبرع على قد ما يقدر. نقول ايه للجماعه اللي هم بره لغايه النهارده لسه ما حدش اتبرع منهم؟ اقول لهم اتبرعوا وكل في ميزان حسناتكم وما نقص ماله من صدقه. وكل في ميزان حسناتهم ان شاء الله. يتبرع بحاجه بيبقى في ميزان حسناتهم القيامه. كله هيروح ويسيب المال. ربنا يبارك فيك. يلا خلص بقى كوبايه. السلام عليكم. لك الاول تعالى. لك يا استاذ سعيد. ازيك يا باشا؟ منور حضرتك الحي الجديده والله. الله يخليك. والله الناس هنا كلها بركه والله، كلها بركه. ربنا يعين البلد الله يبارك. كلهم يا رب. نقول ايه للجماعه اللي بره لغايه النهارده لسه ما اتبرعوش؟ اللي يتبرع اللي بره المفروض يدفع عينه،
لانه خير للبلد كلها، مستشفى خيريه وجامع يبقى خير للبلد كلها، وربنا يعين كل من كان بره وجوه. خلص يا عم. ماشي بقى بالسعيد بقى عايز ما اجيب الكوبايه. سيبها انزل انا اجيبها لك هنا. صور يا عم. كلم يا حاج محمد. كلم. والله الوحده المحليه بتاعت الدرين واقفه معانا كمان. الوحده المحليه جايبه بعتنا عربيه الميه، بتقول بلا ما تاجروا عربيه ميه، والمجلس كله واقف معانا، ومجلس مدينه نبراء نفسه واقف معانا. ربنا يكرمكم يا رب. الحاج محمد اهوت معاكم، الحاج محمد قنديل اهو. الحاج محمد من الناس المشاركين في العمل، فكنا نتمنى نسمع الله يكرمك يا حبيبي. والله اخر تطورات العمل اللي انت شايفه. لا والله الحمد لله. والله انا مبسوط بصراحه من وجود الاهالي معانا، ويعني غريب وقريب من فضل الله، والموضوع ماشي من فضل الله. فالراجل ان كل واحد يتساهم ويتجدعن ويانا على اساس ان ربنا اكرمنا وانتمتنا ماشيين على طول بالمشروع ده. انت شايف ان في حركه بالنسبه للتبرعات من جوه البلد ولا من خارج البلد؟ لا والله انا شايف برضه من جوه البلد، يعني البلد كلها حلوه وهنا جدا والله، يعني حاجه مش على البال ما يقدر لو اي واحد جاي وبيساهم على الاخر، والحمد لله. الله الحمد لله. الحمد لله. استنى خلي شويه عشان اجيب لك الاستاذ عبد العزيز عمنا من الكلمه. بقول لك دلوقتي اهو. اقول لهم يا جدعان ربنا يصلح حالكم ويعين تقويكم، واللي بيشتغل واللي ساهم واللي قال كلمه طيبه. والحديث بيقول اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، وهذه هي الصدقه الجاريه. مستشفى الكلى والمسالك البوليه بالقريه، احد سواعد اهل القريه ان شاء الله، وربنا يتم هذا البناء بخير علينا وعلى اهل بلدنا كلهم جميعا، وعلى الجيران والبلاد المجاوره، لانها هتم المنطقه كلها باسرها ان شاء الله. وده عمل طيب وربنا يقدرهم على فعل الخير. ونتمنى من الكل ان اللي ما يساهمش يقول كلمه طيبه، اللي ما يساهمش كلمه طيبه، والكلمه الطيبه صدقه. وربنا يقدرنا كلنا على فعل الخيرات ان شاء الله، ويجعله في ميزان حسناتهم يا رب. اللي تبرعوا واللي ما تبرعوش، واللي ساهم واللي ما ساهمش، واللي قال كلمه طيبه، ربنا يجعله في ميزان حسناته يا رب. كلمه بقى للناس اللي بره برضه، عشان انه عاوزين الشباب بتاعنا اللي بره يتعاونوا معانا كل واحد. التبرع اللي بخفيف ده ما ينفعش. دي مستشفى كبيره والبلد كلها مهتمه بها، والناس كلها بتساعد والجيران بتساعد. فانتوا ربنا يقدركم وحاجزين حاجه كبيره من عندكم. لموا زي ما احنا بنلم كده في الشوارع، لموا. انتوا اهل البلد وانتوا شباب البلد، وانتوا اللي هتتوظفوا فيه، وانتوا اللي هتشتغلوا. احنا هنتوكل على الله بقى، يعني احنا خلاص بنعمل لكم البدايه وانتوا عليكم النهايه بقى. تتجدعنوا، والتبرعات اللي انتوا بعتها دي قليله ما تنفعش. يا حاج ابراهيم التبرعات دي قليله. الله يصلح حالك. الله يبارك. السلام عليكم. استاذ عزت. جدعانوا يا جماعتنا، ربنا يعينكم ويقويكم. جدعانوا يا شباب، روحكم ونفسكم معانا بقى. ربنا يبارك فيك. كلمه للاستاذ محمد كده للناس اللي حبايبنا اللي موجوده بره عشان يتبرعوا. احنا بنقول احنا بنعمل اللي علينا والله، وعاملين يعني حاجه جامده والله العظيم معاهم، واحنا عاوزينكم تبقوا كويسين، وعاوزينكم تتبرعوا بمجهودكم حتى باي حاجه يعني. واحنا هنا ماشيين العمل ماشي والله على ما يرام يعني. بنقدر اللي احنا بنقدر نعمله والله معاهم يعني. وربنا يوفقكم وتجرعانوا كده معانا ان شاء الله. ان شاء الله. اتنين جايين اهمت والله يا جماعه الوقت اهو. واحد جاب 1000 وواحد 1000 الوقت اهو. ربنا يكرمكم. الناس عماله هي جايت بس بتبص على الصبه وتشوف ايه. واحد جاب 1000 وواحد 1000 اهو. ربنا يكرمكم يا رب كده وتتجرعنوا معانا. الناس عماله تنقطنا الوحيده والله. العمل ماشي ربنا مسهله خالص وماشي. فالجرعانه معانا يا رب. ربنا يكرمكم. احنا مش هنقف على كده ان شاء الله. احنا هنعمل اوعد على طول، وهنبدا في الدور الثالث ان شاء الله على طول. العمدان يعني نعمل العمدان بتاعته وهيشتغل على طول ان شاء الله باذن الله. مش هنبطل يعني طول ما في نفس ان شاء الله. طول ما ربنا مسهل لنا فان شاء الله هنكمل المشوار على طول لحد ما يأذن ربنا وينتهي العمل على خير ان شاء الله. يا رب ان شاء الله.
ما تعرفش تتكلم مالكش في الميكروفون. الشيخ محمد ما اتكلم شيء. لا لانك انا اللي مبسوط دلوقتي؟ مبسوط ست عيد انا اشوفك لما اجي. سعيد مبارك ان شاء الله سعيد. الله يبارك فيك. بس ازيك حاجه يا ابراهيم؟ الله يبارك لك. اخ ابراهيم من الناس المشاركين، كنت اتمنى اسمع صوتك برضه النهارده كده باذن الله، دعوه للناس اللي عشان يتبرعوا. ده عمل طيب ان شاء الله يعني، وحاجه يعني ربنا يجعلها في ميزان حسنات الناس القائمين عليها، وعمل طيب. انت بتشوف مثلا على بعد مثلا 500 متر مجمع اسلامي صرح، وده يعني ما بنشوفوش الفروع الكبيره زي مدينه المنصوره او مدينه مبروك. وتيجي هنا تلاقي جماعه شرعيه، مبنى تاني، مسجد برضو سيدة حجاجة، مسجد شيخ حجاجة على بعد هنا. فقرية مليئة بالمساجد ومليئة بالناس الطيبين اللي هي بتقتطع جزء من مباني ليقام فيها شعائر كمساجد يذكر فيها اسم الله، ويقر يعني حاجات طيبة. ومن ضمن المبنى يعني ان يبقى في مبنى وحدة غسيل كلوي، دي يعني ما ذكرناش يعني من سنة يعني كانتش بتبقى في مدينة المنصورة وحدة غسيل كلوي، يمكن مش مدينة نبوة حتى اللي هي المركز او جنبنا مدينة بيرة كفر الشيخ، يعني حاجة مش فاشلة في المدن الكبيرة. مركز غسيل كلوي، والدور الثاني مسجد، وبعد كده قال لك الدور الثالث تقريبا مستشفى. فصلح طيب وربنا يعني يتم على خير ان شاء الله. استاذ سعيد. السلام عليكم. انت متبرع النهارده؟ متبرع بايه؟ بمجهودك. انت اول مره تتبرع ولا جيت هنا قبل كده؟ جيت 6 ايام. هي اليوميه بتبقى قد ايه في العاده الطبيعيه؟ 60. ربنا يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. حضرتك متبرع؟ متبرع بايه؟ نفسي. بمجهودك يعني؟ جيت قبل كده ولا اول مره تيجي وتتبرع؟ جيت كام يوم؟ يعني على ما اتذكر كده شغلها كله. ربنا يبارك فيك. الحاجة بقى ازيك يا حاج؟ يا عم الحاجة دي اللي متبرعة بالأرض. ايوه لا هي اللي متبرعة بالأرض يا أولاد، والله عندكم الحاجة هي اللي متبرعة بالأرض يا 400 متر. ربنا يكرمكم. انت باسمي بقى في البتاعة دي. ايوه. انا محمد مجاهد. الحاجة سعادة هي اللي متبرعة يا رجالة، هي متبرعة بالأرضية، ربنا يديها الصحة ويخلف عليها في الحلال. حضرتك اللي متبرعه بالارض يا حاجه؟ متبرعه بها ليه؟ لله. لله؟ لله المرحوم محمد برهان الساعي. المرحوم وهم بقى كانوا هم صغيرين، انا اللي اتوكلت بترحبوهم بقى في الجمعيه وفي كل حاجه. انت بتسجل هنا عشان تمثل. انا اللي متبرعه بالارض سعاده محمد مجاهد عبد ابوه متوفي وانتوا صغيرين. انا اللي اتبرعت بالارض. دي انت متبرعاها على روح الحج وكده؟ وتطلعوا في المحكمه في بيلا وفي المنصوره وفي كل حته. اللي متبرعه والمساحه جت هنا انت عارفه انت ليك ثواب كبير قوي يا حاجه؟ والمساحه جت هنا وبتطلعوا من المساحه جت هنا وانا قاعد ومردوني. المساحه بتقوم بقى 2000 جنيه جت لي ببلاش وفوق الاسر كده في كل حاجه. سعاده محمد مجاهد ومساعد ورضا وحمدي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ربنا يبارك فيك يا حاج. ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك يا غالي. كلمه برضو للناس حبايبنا اللي بره. الحمد لله ربنا يقدر الناس على الخير يا رب، وربنا يقدر المسلمين، واحنا طبعا كلنا نحط ايدينا في بعضنا ونكمل المشروع على خير يا رب. وطبعا ربنا يوفق البلد كلها يا رب ويخليهم معانا كده اما نكمل المشروع.
نبيلك ابنك يا رب يشحنوا لك عند ربنا. الحمد لله. الله يخليك يا استاذ سعيد. انت عارفه يا حاجه ان انت ليكي ثواب كبير باذن الله. مين اللي قالك على المشروع ده من الاول خالص؟ ايه بقى لما الحكومه طلعتها كردون وجم الصبيان قالوا لي طبعا كل حاجه في الجمعيه باسمي. يقولوا خدني قالوا بقى هدي يا حاجه. قالوا يعني مسلمه عياله كل حاجه. قاموا جم قالوا يما الطياره سورت الارض بتاعتنا ودقت عليها حديد. انت نيتك ايه؟ احسن ما الحكومه مثلا تقاسمنا بيها ولا يعملوا فيها مشروع احنا اولى. قلت لهم انا اتنزل لكم في قلب الجمعيه. انا بتوع الجمعيه الكبار جم راضيه يا ام سعد. قلت لهم ايوه انا نازله لعيالي. يوم ارض ابوهم هي ارض ابوهم. ما اقدرش اقول لهم لا ان الغار ياخدها. فانت اتبرعت بقى لله. لله. انت عارف ان هي هيتبنى عليها مستشفى ومسجد وكده؟ وانت ليك ثواب كبير وربنا يبارك فيك يعني. الحمد لله. ويديك الصحه يا رب كده. اصل ابوهم كان راجل طيب وراجل امين. حاجه سعاده يا محمد مجاهد. ما انا قايله له معاكم اللي مزرعه بقطعه الارض هي مزرعه جاريه لها هي وابويا. ربنا ابوك الحاج؟ الحاج محمد ابراهيم سعد. احنا اولاده الحاج سعد والحاج مولود والحاج رضا والحاج حمدي. احنا اولاده مزرعين بها لله وهي خالصه لله والله. وربنا يا رب يجعلها في ميزان حسناتهم. وربنا يكرم كل من يتبرع بهذا المبنى. عاوزين نقول كلمه بقى للناس اللي بره اللي لسه لغايه النهارده ما اتبرعوش وناس اهل البلد لسه ما اتبرعوش لغايه دلوقتي. كل حاجه ربنا يقدر يا ربنا يقدروا بحاجه هو يعني تقولي لهم ايه يا حاج؟ نعم. تقولي لهم ايه بقى؟ انا عاوزك تقولي لهم كلمه كده. انت اللي متبرعه بحته الارضيه ديت. فاحنا عاوزين نقول لهم تعالوا يا جماعه احنا عاوزين نكمل المشروع. جدعانوا معانا عاوزين نكمل المشروع. اما بيحصل ظروف في البلد من دور حيرانين بالمرضى ونروح المستشفيات ويطردون. ربنا يكرمهم يا رب. ربنا يكرمهم يعينهم ويقويهم اللي بره واللي جوه. كل اللي يتبرع بره في الخارج اخواننا الموجودين بتوع البلد اللي بيتبرعوا ربنا يصلح حالهم يا رب. وربنا يوسع عليهم ويجعلهم في حسناتهم كل من يتبرع بهذا المبنى. وهي خالصه لله والله خالصه لله تعالى. وربنا يكرم الجميع. ونشكر الاخ عادل البرعي والاخوه اللي طبعا اللي موجودين هناك كلهم. ربنا يصلح حالهم يا رب. عموما يا حاجه انت ليك ثواب كبير ويعني وربنا يبارك فيك ويبارك في صحتك ويبارك في اولادك واولاد ولادك يا رب. يا رب الحمد لله. ويجعلها في ميزان حسناتك يا رب كده. قرعه والحمد لله ربيت وحجيت. الحمد لله دي فضل من عند ربنا. يعني ما طلعتش عمره كده حجيت قرعه من عنده هو. انا قولها له او من اول الورق بتاعي على ما حيرنيش على اي ورق. زرت النبي والحمد لله. الحمد لله. ربنا يبارك فيك يا حاجه ويجعلها في ميزان حسناتك. يا رب يا رب. انها كلمة طيبة كشجرة طيبة والمقصود بها هي كلمة لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله كلمة عظيمة قام بها الكون قام بها القوم قام بها الكون. وهي كلمة طيبة تعطر بها الألسنة كلمة طيبة تعطر بها الألسنة. كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفروها في السماء. هكذا هي لا إله إلا الله كلمة عطرة عظيمة. وكما قال الله سبحانه وتعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم اعلم أنه لا إله إلا الله. سلموا قاعد جوه هم بالفراغ. سعيد كده سعيد بتاعه على كده فتة ولا تسعة ولا الدنيا عليك صور سلم صور
عليكم. ده متبرع؟ شغال النهارده تبرع ولا شغال واخد اجر؟ واخد متبرع بتبرع بمجهودك ولا بتبرع بحاجه ثانيه؟ مجهودك. شغال فينا قبل كده ولا اول يوم ده؟ اول يوم. تحب تيجي هنا تاني ولا ان شاء الله؟ الأمة تبع المجلس المحلي جاي كده من الحاجة اللهم صل على محمد وعلى السلام عليكم. انت النهارده متبرع ولا مش واخد اجر؟ متبرع. اول يوم تبقى هنا ولا جيت هنا قبل كده؟ دي رابع يوم. معنى كده ان انت جيت الاربع ايام اللي هم كانوا فيهم شغل الايام اللي فاتت، اللي هي كل صبه القعده والعمدان وكده. مبسوط ولا تاجي تاني باذن الله؟ وحضرتك متبرع ولا جايب اجر؟ متبرع بمجهودك. جيت قبل كده ولا اخر مره؟ اول يوم. تحب تاجي تاني ولا اخر مره؟ طب بتقول ايه للجماعه اللي بره ولسه ما اتبرعوش لغايه دلوقتي؟ بقول يعني كلنا نتبرع حاجه للبلد، حاجه تبقى حلوه يعني للبلد، يعني كله يتبرع باي حاجه يعني مش لازم اي حاجه. ونقول لهم برضه ان كل اغلب الناس في البلد هنا بيتبرعوا بيومياتهم وبيجوا بيتبرعوا بمجهودهم وفلوس وكده. صح. يبعتوا اي حاجه يعني مش لازم يعني. متبرع ولا جاب اجر؟ متبرع ولا جاب اجر؟ اول يوم تاجي ولا؟ لا بقالي اربع مرات دلوقتي. 4 مرات. معنى كده من اول مشروع؟ اي من اول مشروع. من العاديه للقواعد للعمدان للسائل. نحب نعرفهم ان احنا يعني كلنا بنتبرع ان شاء الله. ان شاء الله. ربنا يكون في عونكم وربنا يبارك فيكم. اللهم ارفع على كل من وقع على عبادك واذكر الله سبحانه وتعالى يا مؤمن على ما اعطاك من نعم عظيمه. والله سبحانه وتعالى هو صاحب النعم وهو واسع العطاء وهو الذي يملك خزائن السماوات والارض. هو المعطي فلا مانع لما اعطى ولا معطي لما منع. هو المعطي الوهاب نساله من فضله رزقا حلالا. حتى الخمسه برضه مش اللمه في الخير حلوه يا جماعه؟ طبعا احسن لمه. ده بوست الغله اهو، مش الغله هتنضم وتروح. الله يبارك فيك يا استاذ يا رب. الله يبارك فيك ويرزقك ويجعله مرزقنا حسناتك كثيرا. وانت حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا رب اكرم كل من يساعد